ازاي دونجا بقى اهم لاعب في تشكيله نادي الزمالك؟ تعال اقول لك ايه اللي اتغير بقى في دونجا. في الدقيقه الثالثه لعيبه نادي الزمالك مش عارفه تطلع بالكوره، وفضلوا ينقلوا الكوره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وفضلوا على كده اكتر من مره لحد ما دونجا قدر ان هو يفضي نفسه في نص الملعب، وقدر ان هو يستلم الكوره ومن لمسه ولعبه قدر ان هو يلعب ثرو باس لاخوان بتزيرا اللي فات وعدى وعمل هجمه خطيره على دفاع نادي الاسماعيلي. بعدها بدقيقه برضه لعيبه نادي الزمالك مش عارفين يطلعوا بالكوره لحد ما بيظهر دونجا في نص الملعب وبيستلم الكوره ومن لمسه ولعبه بيلعب الطوليه منضبطه ومتقنه وعمق دفاع نادي الاسماعيلي، والمره دي خوان بتزيرا بيقدر يجيب منها ضربه جزاء. الجميل هنا في دونجا ان لمسته وتمريراته بقت متقنه جدا، وبقى يعرف يخرج الفريق من الحاله الدفاعيه وينقله للحاله الهجوميه. واللي ساعد دونجا في كده الاسكان المتكرر اللي بيعمله بشكل كويس علشان يعرف هو واقف فين وزمايله واقفين فين والمنافسين كمان واقفين فين، وساعتها يعرف يفضي نفسه كويس، وكمان لما يستلم الكوره يعرف يتصرف فيها بشكل صحيح. طيب ودوره الدفاعي بقى بيعمله على اكمل وجه، تلاقيه بيدخل في التوقيت الصح علشان يقطع الكوره ويدخل في وسط الزحمه بدون ما يعمل فاول ويستخلص الكوره. دونجا في كوره زي دي كان متقدم بيها محمد اسماعيل واتقطعت منه، قدر ان هو يرجع بسرعه علشان يعطل الهجمه ويوقفها، ودي اهم ميزه بيتميز بيها اللاعب مركز 6. دونجا اتطور وبقى من اهم اللاعبين في الفريق، وده السبب اللي بيخلي بيريرا بعد كل مباراه يشكره ويقول له انت سبب الفوز.